كلامك حلو قوي يا دكتورة، بس بحس انه مش موجه لحد زيي او مش بيتقال لحد زيي. لما ياسمين وقفت مع نفسها فكرت، بدأت تسأل أسئلة زي هو انا بكلم مين ومين هو الجمهور الحقيقي بتاعي. وعشان ما تقعش في الغلط ده، قبل ما تبدأ تسوق لنفسك انت محتاج تعمل 5 خطوات عشان تقدر تشتغل بشكل كويس في تقديم خدمتك النفسية. الخطوة الأولى إنك تحدد الجمهور المستهدف بتاعك، يعني مش أي حد عنده مشكلة نفسية يبقى ده جمهورك. يعني مثلا هي بتتكلم مع الأمهات عن التربية، ولا بتتكلم مع الشباب عن القلق، ولا بتتكلم مع الشركات عن ضغوط مهنية. فكل ما كنت انت واضح في جمهورك كل ما قدرت توصل له بسهولة. رقم 2، حاول تحل المشاكل الحقيقية. الجمهور مش بيدور على كلام نظري، بيدور على حلول عملية. فبدل ما تكتب ان القلق بيأثر على حياتك، جرب تقول 3 خطوات هتساعدك تتعامل مع القلق في شغلك. وخلي بالك بلاش المبالغة في الوعود، خلي المحتوى بتاعك عملي وفي نفس الوقت مفيد. رقم 3، اسلوبك يكون مميز خاص بيك انت. في ناس بتحب تشرح، وناس بتحب تحكي قصص، وناس بتحب تقدم نصايح مختصرة. انت بقى انهي اسلوب في دول؟ لو اسلوبك كان قريب من الناس هيتابعوك ويحسوا ان هم يعرفوك بجد. فخليك على طبيعتك، الناس بتثق في الشخص الحقيقي. رقم 4، حاول تتفاعل مع الجمهور كأنك بتكلمه شخصيا. رد على التعليقات، جاوب على الأسئلة، خلي الناس تحس ان رأيهم بقى مهم عنك. لو حد بعت لك سؤال، فكر انك تعمل عنه مثلا فيديو عشان تساعد غيره. الجمهور بيحب الأخصائي اللي بيحس بيهم وبيتكلم معاهم. رقم 5، حاول تحافظ على استمراريتك حتى لو النتائج لسه بطيئة، لأن يكون عندك جمهور بيتابعك ده ما بيحصلش في يوم وليلة. الناس بتحتاج وقت عشان تبدأ تثق فيك وتبدأ تتابعك بحقه حقيقي.